نبدأ مع أول مثل مصري وعربي مشهور، رجعت ريما لعادتها القديمة. بس في حاجة بسيطة بس عايز أصلحها قبل ما أكمل، إننا بنقول المثل ده غلط لأن الأصل بتاعه هو رجعت حليمة لعادتها القديمة. كتير مننا بيفتكر إن حليمة دي ست عادية، بس الحقيقة إن حليمة دي كانت مرات الشاعر العربي المشهور حاتم الطائي اللي ضربوا به المثل في الكرم. حاتم الطائي كان مشهور بكرمه، لكن حليمة كانت على النقيض تماما، كانت بخيلة بشكل مبالغ فيه. يا راجل دي لما كانت تيجي تطبخ لأي ضيف إيديها بتترعش وهي بتحط معلقة السمنة، فكان الاكل بيطلع طعمه مش حلو خالص. حاول حاتم الطائي يغير طبعها فكذب عليها كذبه بيضه وقال لها: يا حليمه، الناس زمان قالوا ان كل ما الست تزود سمنه في الاكل ربنا بيزود عمرها يوم. وطبعا حليمه اللي كانت بتحب الحياه صدقت الكلام ده وبدات تزود السمنه في الاكل لدرجه ان الاكل بقى طعمه تحفه. ومش بس كده، ايديها كمان اتعودت على السخاء والكرم. لكن هنا بتحصل الكارثه اللي قلبت حياه حليمه لما ربنا فجعها في ابنها الوحيد اللي كانت بتحبه اكتر من اي حاجه في الدنيا. حزنت عليه حزن شديد وتمنت الموت علشان تلحق بيه. فاكرين كلام حاتم الطائي ان السمنه بتطول العمر؟ حليمه بقى عملت العكس تماما، بدات تقلل كميه السمنه في الطبخ لدرجه كبيره، وكانت فاكره ان كده بتاثر عمرها وتموت بسرعه. فلما شافوها الناس واكلها رجع طعمه مش حلو قالوا المثل ده: رجعت حليمه لعادتها القديمه.